بصواريخ صينية. كشف مصدر مطلع أن وزارة الدفاع الأمريكية تخوفت من انتقال الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية إلى الجانب العسكري، لأن الرباط تحاول الانفتاح على التكنولوجيا القتالية لهذه القوة الآسيوية. وركز المصدر في حديثه لصحيفة الأسبوع أن البنتاغون خفض فاتورة إعادة تأهيل F-16 الأمريكية الموجودة في المغرب ب20% لاحتمال تزويدها بصواريخ صينية من فئة BL-15، ولا ترغب الولايات المتحدة في دمج تكنولوجيتها مع التقنية الصينية، ولا تريد لأحد حلفائها أن يقوم بهذه البادرة، فقررت تحمل هذه النفقة الإضافية، ولا يمكن لبكين العمل إلا عبر دولة ثالثة في سياق تركيب تكنولوجي متطور على آلية أمريكية عسكرية تبعا لاتفاقيات بين العاصمتين بكين وواشنطن. ونجحت الصواريخ الصينية في إصابة أهدافها بشكل دقيق من فوق المقنبلة D-11B، ولم تسمح واشنطن بأن تكون في F-16 أي تعديلات ولو طفيفة إلا بإذن المصنع. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.